كان هنا بتاع الاستاذ حسن ايه؟ طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي متابعين القناة. احنا النهارده بنصور في سوق بسيون، والنهارده في محل بتاع حمام مخصوص، الحمام والعليق. احنا هنشوف دلوقتي الاسعار وهنشوف عنده برضو عصافير. الحمام الفرنساوي هنا عامل كام يا ابني؟ ايه؟ الفرنساوي هنا، الحمام الفرنساوي الجوز عامل ده بالصور لايف 350 يعني فرنساوي بيور. لحم فرنسي بيور. طيب كويس. طيب في كينج بقى ولا جمعيات ولا حاجه؟ طب شاور لي كده وقول لي بقى الاسعار كده عشان ابقى عارف. خش يا استاذ سمان اعرفها واشاور لها. بص يا ماما ده جمعيات اهو. ايوه خش هنا جوز جمعيات الجمعيات ده عامل كام؟ ده عامل 350 ده شغال. شغال. طب واللي هو الابيض المنقط اللي لونه فيه اسود ده؟ ده مراسلات. مراسلات؟ ده مراسلات ده عامل كام يا ابني؟ عامل 400. في كنجات بقى؟ في. وده برضو مراسلات، ده فرده مراسلات وفرده لحم؟ لا الاثنين مراسلات. الاثنين مراسلات. يعني المراسلات فيها انواع وفيها اشكال، يعني مش كله ساده يعني. مش كله لون واحد. لا اكيد طبعا. اي حمام بيتباع مخلط الوانات. ده كينج اهو. ده كينج اهو فعلا. ما عامل كام الجوز ده؟ ما اعرفش سعره والله لان هو متباع الجوز. الكينج بيبقى عالي شويه. جوز هو ده ايه بقى اللي فوق ده؟ ده تلتينات. ده تلتينات. عامل 250. اللي في فوق ده كينج. ده كينج اسمر. لا سيبه ساعة عشان ما يطيرش. لا مش هيطير. الكينج بيبقى تقيل ما بيطيرش. اللي فوق ده عامل 400. فين ال 400 فين؟ الكينج اللي انت بتصوريه فوق ده. عامل 400 جنيه حبايبي. بس كينج جميل يعني بصراحة، كينج صدره مليان وحلو. والاحمر ده ايه بقى؟ ده فردة حمراء وفردة سمراء. ده نوعه ايه؟ تلتين؟ عامل كام التلتين؟ 250. اللي فوق ده جمعيات؟ عامل كام الجمعيات؟ عامل 300. وده كينج احمر؟ دي نتاية عاملة كام؟ مش دي بتاعت تبع المحل متربية هنا دي ما بتنباعش. ما بتبيعوهاش؟ دي امهات بقى؟ لا لسه تاخدوا منها انتاج يعني؟ اول شغلها لسه ما اشتغلتش. يا مربيينها صغيرة بقى عندكم. طب والله حلو. والجزء اللي تحت ده ايه؟ ده رومانيات برضه متربية في المحل مش بتنباعش. مش للبيع. دي عاملة كام؟ اللي ما بينباعش ده مالهاش سعره. ماشي. وده فرنساوي؟ ولا بلدي؟ لا ده بلدي. بلدي. البلدي دلوقتي اخباره ايه؟ السعر كام؟ يعني 70 80. الجوز الحلو 120. ايوه. طيب والعصافير بقى اخبارها ايه؟ الجوز من اول 130. الجوز بالبياضه بالسلاكه عامل 250. طب الجوز لوحده لو حد عنده سلاكه او بياضه؟ عادي ب 130 جنيه 140 حسب التركيبات بتاعته. على هنا. وده ايه بقى؟ ده يمام ده ولا ده؟ ايوه يمام. عامل كام اليمام ده؟ ده مش للبيع برضه. مش للبيع. بس لا اسكت. وده جمعيات اللي عندك ده؟ ده متربي برضه للمحل تبع المحل. طيب كل اللي في السلاكه ده تبع المحل. الله ينور، ربنا يحسن سوقهم ان شاء الله ويجعل دخلتنا عليكم كده يا رب كلها رزق وكلها خير ان شاء الله. حبايب قلبي ده كان الفيديو بتاعنا النهارده في محل الحمام واسعاره زي ما انتم شفتوها كده. اسعاره يعني كويسه مش وحشه مش غاليه واسعاره جميله. العليقه اسعارها ايه؟ العليقه عندنا اللي هي عبد السلام ولا ايه؟ لا انا شايفه خلطه عليقه هنا اهي خلطه. في كذا نوع. الخلطه دي عامله كام؟ دي خلطه ب 22 ونص. تعالى بس فرجني كده بره عشان تبقى باينه. تمام. اللي هي دي 22 ونص. دي اسمها خلطه ايه؟ خلطه حمام. خلطه حمام الكيلو عامل 22 ونص. 22 ونص. وفي ب 20 اهي. في نوع تاني اسمها ايه بقى؟ دي خلطه حمام برضه بس دي الصوبه. دي الوسط. دي ب 20 وفي ب 17 ونص. دي اقل حاجه بقى. اقل حاجه. أيوة. طب والعويجه بكام؟ ب 20. والذره الاصفر؟ الذره الاصفر ب 20 ده نوع نظيف يعني. ايوه عارفاه. في 18 هنا. عارفاه. في عندك ايه تاني مكونات العليقه؟ ده ايه؟ في بلطم وفي فلارس وفي حاجات كتير. ده دي العصافير، ده اكل العصافير. وفي عليقه انتوا كمان عندكم قطط؟ كل حاجه. قطط اللهم وفراخ بارك. هندي اللهم بارك. القطه الجميله دي عامله كام؟ تعالى كده.
القطة الجميلة دي شيراز ولا حاجة تانية؟ ايوه الشرطي، بس هي بتاعت زبون جاي يجوزها. بتاعت زبون يعني. حبايب قلبي شايفين القطة وجمالها؟ قطة جميلة للغاية. القطة دي بتاعتكم؟ عاملة كام بقى؟ دي شيرازي برضو؟ 350. لا دي هيمالايا. هيمالايا عاملة الواحدة عاملة 350. شكلها جميل بصراحة. حبايب قلبي ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة في سوق، في محل الطيور. انا بقول لكم كده شوفوا الاسعار عندكم هنا زي ما عندنا ولا ايه. حبايبي ده كان الفيديو، يسعدني ويشرفني اشتراككم في القناة عشان القناة تعلى بيكم، اعملوا لايكات كتير عشان يوصلكم فيديو كل ما هو جديد. والى ان نلتقي في فيديو اخر جديد، لكم مني الف تحية والف سلام. فوق ده كمان في نوع تاني غير الهندي، ده ديك حجازي. في اللي تحت وراك خالص ده فيتنامي. فيتنامي كمان؟ اول مرة اشوف الفيتنامي. فيتنامي حبايب قلبي 3000 جنيه الديك لوحده. الديك اللي هنا ده ديك فيتنامي، لكن الفرخة هندي؟ لا الفرخة برضه فيتنامي برضه. والفرخة اللي تحت دي يا حبايبي برضه فرخة فيتنامي. حبايبي ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة، بحبكم ويشرفني ويسعدني اشتراككم في القناة. وإلى أن نلتقي في فيديو آخر جديد، لكم مني ألف تحية وألف سلام. وإلى اللقاء.